وأنا بصراحة ماخذتها قدوة لي والأبناء إن شاء الله ولكافة رجال المسلمين. وحبيت أسئلة عن إعفاء اللحى، هل هي سنة؟ وإذا كانت سنة ودي أعرف إعفاء اللحى بالنسبة له شنو، يعني ليش هو ما عفى لحيته؟ بس هذا السؤال اللي أنا ودي، لأن هذا الرجل مقامه جدا عالي جدا عندنا إحنا، يعني أهل الخليج كلهم هذا الرجل يعني قدوة، مو بس قدوة. فبس ودي أعرف عن إعفاء اللحى إن شاء الله. وجزاه الله خير إن شاء الله، والله يعطيه الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن قضية إعفاء اللحية من الناحية الفقهية، طبعا في نقطة مهمة جدا، أنا أحدث الناس عن علمي لا عن عملي. وأنا لا أرقى إلى أن أكون قدوة، يعني هذا ليس من باب التواضع، لكن أنا أعلم الناس بنفسي. لكن نأتي قد يكون الإنسان يعني أتانا الله شيئا من العلم يأخذه الناس عنا، هذا لو لم نكن مؤمنين به ما تنقلنا للتدريس. لكن قضية المسلك وقضية الإيمانيات وما بين العبد وبين ربه هذه أفضل أنها تنفصل عن الناس يعني كثيرا. فنأتي لقضية اللحى من الناحية الفقهية المحضة، صرف النظر عن من يصنع هذا أو يترك هذا، يعني لماذا الناس يصنعون وماذا الناس يتركون، كل أحد أدرى بنفسه. لكن من الناحية الفقهية الصرف في قضية اللحى، قال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب ووفروا اللحى، في رواية وأرخوا اللحى. لما قال جزوا الشوارب هذا فعل أمر، أنا أتكلم الآن فقهيا يعني شرع فقهي، وقال أرخوا وفروا هذا فعل أمر. فكلمة أرخوا وفروا جزوا أفعال الأمر هذه ما ضابطها؟ يختلف. ولهذا ترى الناس في شاربهم يعني الرجال يختلفون. فمنهم من مثلا درجة معينة، منهم من جزه جزا بالكامل، منهم من درجة مثلا 2 3، منهم من له سابلة كما كان لعمر رضي الله تعالى عنه، كان يعني يحركها إذا غضب، نقل هذا مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر. فيختلفون مع أنهم اتفقنا على أن الحديث يقول جزء. كذلك هي اللحى، والمعنى الذي أريد أن أصل إليه أنك في الشارب أنت منهي أن يظهر عاليا، ما دون ذلك يدخل فيه، يعني مثلا ما يصبح الشارب هذا مميز، واضح؟ سنطبق الحديث إلى أي درجة الحديث سكت عنها. كذلك في اللحى قال أرخوا وفروا، فالمهم أن لا تحلق. إلى أي حد تعفى؟ الوجوه تختلف في تقبلها للحى. بعض العلماء يرى منع الأخذ منها، هذا قال به طائفة، وبعضهم يرى الأخذ على ما زاد من القبضة، هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وابن عمر أحد رواة الحديث، فمعنى ذلك قطعا أن ابن عمر وهو من الصحابة المعمرين، معنى أنه بلغ 80 وأدرك الحجاج بن يوسف، فأدرك الصحابة كلهم وكانوا ينظرون ابن عمر وهو يأخذ من لحيته. فلو كان الصحابة يعني بعض الفضلاء يقول ابن عمر لوحده، هذا ليس كلام غير علمي غير منصف لابن عمر. ابن عمر لم يكن يعيش في كوكب آخر، كان يعيش بين الصحابة في المدينة وفي مكة. وفي الموطأ أنه ما حج ولا اعتمر إلا أخذ من شاربه ولحيته. فهو عندما كان يأخذ ابن عمر أنصح الخلق، يعني أكثر الناس قبولا للنصيحة. فلو كان الصحابة كما تقول أنت كلهم ما لا يأخذون إلا ابن عمر لنصحوه، ولو نصحوه لرجع. لكن لما رأينا أن ابن عمر يفعل هذا فهمنا أنه لم يكن الصحابة ينكرون عليه، إذن لم يفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أحد رواة الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفروا أن لا تأخذ منها بالكلية، فهم ابن عمر أن ما زاد من القبضة، هذا فهمه، نعم فهمه، لكن فهمه الأول أنه لا يمنع بالكلية. واضح. بعض العلماء قال إن المقصود أن لا تذهب أصولها، فتقول عنه ملتحن أو غير ملتحن، هذا درجات الفهم للحديث. الآن واضح الذي يحتمل هذه الثلاث. فمن حلقها لا يمكن أن تخرج حلقة مع قول عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، لأن الحلق يعارض التوفير، لكن التوفير إلى أي حد هذا يختلف. هذا من الناحية الفقهية المحضة، وهذا مهم جدا في تحرير المسألة فقهيا. أما صنيع صالح أو غير صنيع صالح ففي يعني ما أدري ماذا أقول، لكن معاوية رضي الله تعالى عنه حصل له موقف مع أحد الناس، فلمته أم المؤمنين عائشة فقال لها يا أماه يعني أنا ضررتك بشيء؟ قالت لا،
قال أما هذا فأنا أدرى بما أجيب الله عنه. الله. واضح؟ فأنا أعلم بما أجيب الله عنه. أنا أشكر أم يوسف على، طبعا هي ما سألت هذا السؤال إلا يعني لجليل مثلا نظرتها إلينا وتقديرها لنا، هي زي اللي بتقول يعني مثلا ليش أنت، يعني هي هذا تعبيرها، هي أنت بكامل باقي هذه. لكن أنا أقول لها ترى ما ينقصنا أكثر من مسألة إعفاء اللحية.